يا مساء الخير يا سكريتا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف ألف ألف خير. وحشتوني قد الدنيا. بصوا النهارده كده عندنا عزومة، يعني مش عزومة، أنا عازمة ولاد اخواتي. هم بره دلوقتي بياكلوا بعض عادي جدا. هتلاقوا الأصوات، خليكم معايا ما تركزوش مع اللي بره، هتلاقوا الأصوات كتيرة قوي. أنا وريتكم العزومة بتاعت امبارح، كانت أنا وماما وحاجة بسيطة قوي. فهم قالوا لنا لا احنا ما ينفعناش الكلام ده، طبعا احنا عايزين عزومه حلوه. فطبعا هم ايه، مش كبار قوي، يعني اكبر واحد 18 سنه. فانا قلت لهم خلاص هعزمكم على عزومه حلوه. عايزين ايه؟ يعني احنا عندنا العزومات بتطلب، اللي هو يعني عايزين نعمل لنا كذا. وبصراحه عشان انا مميزه جدا 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 في الهمبرجر، فهم قالوا لي اعمل لنا همبرجر. انت بتعملي الهمبرجر احلى من بره بكتير. فتعالوا مع بعض كده ايه، نعمل الهمبرجر ونشوف هنعمل ايه. بصوا بقى هعمل ايه. شايفين اللي هي الخلطة بتاعة الهمبرجر دي اللي هي بتاعة ماجي؟ بجيب 3، انا هعمل 1.5 كيلو. بص، في ناس ما بتحبهاش، لو انتي مش بتحبيها خلطة الهمبرجر بتبقى بملح وفلفل اسود وبصل بودر وتوم بودر وبابريكا مدخنة بس. هيديكي نفس الطعم، بس ماجي بتدي تست كده كأنها من بره. تمام. بس وهحط بقى عليها اللحمة، وهحط على 1.5 كيلو كيس كامل بيكنج باودر، علشان بس اللحمة معايا ما تكشش وتبقى من جوه كده ايه، هشة وحلوة. عايزة اقول لكم بتطلع حلوة قوي قوي قوي، يعني انا معتمدة الطريقة دي وما بعملش غيرها. وانا عمري ما اشتريت الهمبرجر بتاع الشركات ده ابدا، يعني ولا بجيبه شركات ولا حتى بجيبه اللي هو من عند الجزار. بيبقى جاهز في الجزارين كده بيبيعوا الهمبرجر بيبقى جاهز. لا، انا بحب اجيب انا اللحمه المفرومه بنفسي وانا اعمله في البيت، يعني عشان انا بصراحه ما بضيفش عليه اي اضافات خالص، انا بعملها لحمه صافي. تمام. بس وهفضل بقى ايه، احط الكمية دي وهدعكها كويس قوي 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 لحد ما كل المكونات يعني بصوا تتربط ببعض كده وتتجانس مع بعض. عايزة اشكركم على التعليقات اللي جات لي في الفيديو اللي فات. شكرا 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 ليكم، وفعلا انتوا عندكم حق. طعم الاكل بتاع الامهات غير طعم يعني اكلنا خالص. وشكرا على الناس اللي قالت لي تسلم ايد مامتك، شكرا خالص ليكم. عايزه اشكر كام متابعه عندي. بصراحه اي فيديو بنزله يعني على طول على طول على طول معايا وبيشجعوني. طنط نبيلة شكرا 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 ليكي يا بلبلة. انا عايزة اقولك الكومنتات بتاعتك كده بحسها جميلة ورايقة وبتديني طاقة ايجابية، شكرا ليكي. ومريم على طول برضو بتعلق لي، وشكرا ليكوا قوي قوي قوي. انا كل فيديو كده هطلع هقول على كام اسم انا الناس دي بحبها ومعايا من اول ما بدأت. يعني بصراحة ناس حلوة قوي، يعني الناس دي هي اللي بتخليكي كده اللي انت تبقي مبسوطة ويومك هو اللي يعدي. المهم يلا بقى نكمل. بصوا انا خلصت كده دعكتهم كويس قوي قوي في بعض. بصوا انتوا عارفين اكياس السندوتشات، انا بجيب اكياس السندوتشات وبقطعها مربعات. تمام، وبعمل بيها الهمبرجر. انا بصراحه طول ما انا مثلا لو انا دلوقتي مثلا قاعده فاضيه بجيب كده كام كيس وبقعد بقى اقطعهم وبشيلهم اللي هم يبقوا جاهزين. تمام. بصوا بقى بمسك الهمبرجر بكوره، يعني بخليهم قد بعض على قد ما اقدر، بخليهم قد بعض. تمام. يعني انت بعينك في ناس بتحب توزن، لكن انا لا، انا بصراحه يعني ما بحبش اوزن، انا بحب اعمل بالبركه، يعني البركه حلوه. بس انا يعني على عيني كده بحب اخلي بس ايه، يبقى هم قد بعض علشان بس شكلهم بس في الساندوتش بس يبقى شكلهم ايه، مرتب وحلو. ال3 كيلو، سوري 3 كيلو ايه، 1.5 كيلو، عشان انا بس عملت 3 تنصوص. 1.5 كيلو عملوا معايا 20 قطعة. تمام كده. بصوا اهي انا خلصتها.
بس ودخلتها في التلاجة شويه، بس طبعا ايه مرضيتش اوريكم، دخلتها في التلاجة شويه. تمام. يعني مش كتير، ربع ساعه كده بس اللي هي تمسك. بعد كده هبتدي اشكلها. الاول هقول لكم انا كنت بعمل بالمكبس بتاع الهمبرجر، هو بصراحه باظ. تمام. بس عايزه اقول لكم على حاجه تانية. انا شفت عارفين انتوا العربيات اللي هي بتبقى في الشارع بتاعه همبرجر؟ انا بتكلم بجد بامانه، انا شفت الشباب بيعملوها كده وعليها اجبار رهيب، اللي هم بيشكلوها بايديهم، مفيش حاجه اسمها مكبس، يعني ما بيطلعوش حته الهمبرجر مستويه زي بعض زي المطاعم، بيخلوها قطع عشوائيه على ما اعتقد. دي بيبقى ليها اسم على فكره، بس انا مش فاكراه. يعني الهمبرجر اللي هو ما بيبقاش مساوي من الاطراف وكده، بيبقى ليه اسم بس انا مش فاكراه. بصوا بقى انا بفردها ازاي. بجيب الكيس اللي هو المقطع ده وبحط عليها الكوره بتاعه الهمبرجر. بصوا بفضل افرد عليها كده لحد بصوا ما اخلي الهمبرجرايه كده تبقى سوا واحد. تمام. يعني بصوا انا بعمل معاكم واحده واحده، انا مش مجريه الفيديو خالص علشان خاطر تشوفوا بالظبط انا بعمله ازاي. بصوا بقى بعد ما شكلت الهمبرجر تمام، هما كانوا بقى طالبين مني، قالوا لي احنا كمان عايزين حاجه حلوه. طمع بقى، ما هو اللي هو بقى يومهم بقى. فرحت قلت لهم عايزين حاجه حلوه من تحت ولا نعمل حاجه؟ راح قالوا لي لا طبعا تعملي حاجه. رحت قلت لهم خلاص تمام ماشي. رحت عملت ايه بقى؟ رحت قلت لهم تاكلوا ايه؟ قالوا لي رز بلبن. رحت قلت لهم عينيا الاتنين ليكوا طبعا. رحت عملت ايه؟ بصوا بقى انا بعمل الرز بلبن بتاعي ازاي. انا هعمل كيلو لبن. تمام كده. بجيب كوبايه رز، الكوبايه العاديه اللي هي بتاعه الشاي، بغسله كويس بس مش كويس قوي. يعني مثلا لو في الرز العادي احنا بنغسله 3 4 مرات، لا انا بصراحه بغسله مرتين بس مرتين حلوه قوي. تمام. يعني بخلي فيه شويه نشا. بعد كده الكوبايه اللي هي بتاعه الرز دي بحط عليها كوبايه ونص ميه. تمام. لحد ما الرزايه عايزاها مستويه، عايزاها مستويه قوي، اللي هي قربت تخش اكنها هتتعجن بس مش هتتعجن. انتوا فاهميني؟ وبعد كده بضيف كيلو اللبن. بصوا انا من العاده ما بحبش خالص بصراحه يعني اشرب اللبن السايب. ليه؟ طعمه مش عندي انا في المنطقه، مش عارفه اجيب لبن سايب حلو. حاسه في مشكله مش عارفاها. يعني جربت من كذا حد مش عاجبني، فبستخدم الصراحه بتاع الشركات. لكن في اللبن اللي هو، لكن لما جيت قلت اعمل رز بلبن، لا انا قلت هشتري اللبن السايب عشان كنت عايزه القشطه بتاعته. تمام كده. وحطيت كيس فانيليا ومعلقتين كبار كريم شانتيه. بصوا بقى يعني انتوا ممكن تحطوا فانيليا زي ما انتوا عايزين براحتكم، 3 4 عادي جدا على فكرة. في ناس بتحب قوي تسلق الرزاية نفسها في اللبن، يعني بتسوي الرز كله مع اللبن. بس انا بحس لما بتعمليه مع اللبن بحس ان الرزاية لسه بتشد شوية، لان بتبقي محتاجه كميه لبن اكتر علشان خاطر اللبن بينقص. والرز بلبن مش كده، الرز بلبن لازم كميه اللبن تكون اكتر من الرز، مش الرز هو اللي باين من اللبن، لازم اللبن وحته القشطه هي اللي مغطيه على الرز. تمام. الكيلو حطيت عليه 8 معالق سكر بالظبط، يعني 8 معالق سكر. حلو قوي. انا الاول حطيت 6، قلبته دقته لقيت لا محتاج سنة سكر، رحت حطيت معلقتين تاني. وعايزه اقول لكم في اضافه حلوه قوي بتتحط على الرز بلبن، بس انا كان عندي بس نسيت خالص. بامانه بتخليه كريمي قوي. تحطي معلقتين او 3 معالق لبن بودر. عايزه اقول لك بتخلي الرز بلبن حلو حلو حلو. تمام. بس وكنت بقى ايه، يعني بعد ما ضفت اللبن فضلت طبعا ايه اقلب فيه علشان خاطر بس اول حاجه ما يلزقش كده من تحت، لان الرز شبه هيدخل على تعجين، وانا يعني هو مستوي زياده عن اللزوم.
تمام. هو الرز بلبن لازم الرزايه تبقى مستويه قوي، يعني وانتي بتاكليها ما تعضش، فاهمني؟ بس فضلت بقى اقلب فيه واديته 3 4 غلوات كده. بعد كده بصوا بالمنظر ده خليت اللبن اكتر من الرز، يعني اللبن لازم يغطي الرز. وهحطه في البولات دي وايه وخلاص. بس انا بصراحه حطيته في البولات وركنته على جنب. اكيد مش هحطه في التلاجة دلوقتي، انا ركنته على جنب كان سخن مولع طبعا. قلت عقبال بقى محمر الهمبرجر وكده اروح مدخلاه بقى ايه في التلاجة علشان خاطر بالهنا والشفا. طبعا عايزه اقول لكم كان حلو قوي، كان حلو قوي. يعني انا كان نفسي اسمع لكم. الولاد كانوا بيقولوا ايه، قعدوا يقولوا لي بصوا، هو انا بينادوني في البيت باسم كيكي من زمان. يعني انا اصلا مش معروفه بكريستينا دي، محدش يعرف كريستينا دي خالص غير الناس اللي هي يعني بتاعت شهاده الميلاد، زي مثلا مدرسه شغل. لكن انا معروفه في المنطقه والجيران وسط صحابي الانتيم انا كيكي، يعني ما بيعرفوش كريستينا دي. لما حد يندهني بكريستينا فمين كريستينا دي؟ تمام. فقعدوا يقولوا كيكي عامله عظمه، كيكي بامانه. يعني قالوا لي ايه العظمه دي من الهمبرجر ومن الرز بلبن. يعني بصوا بصراحه انا دلعتهم. وبصراحه عيش ودلعهم. بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا اصلا متعوده ان انا كل شهر اعمل لهم عزومه. الاول الصراحه يعني فتره اللي هي بتاع الدنه وكده ما كنتش بعرف قوي، لكن قبل ما اجيب دنه انا لازم كل شهر اعمل لهم عزومه. طبعا بجيب طبعا اخواتي معاهم، يعني ولاد اخواتي واخواتي معاهم، بس هي الاساسي ولاد اخواتي. بحب ادلعهم قوي. بشوفهم هم محتاجين ياكلوا ايه واقول لهم اكنكم في مطعم وشوفوا انتوا عايزين تاكلوا ايه. فطبعا بيطلبوا بيتزا، بيطلبوا همبرجر، بيطلبوا اللي نفسهم فيه يعني. تمام. وانا طبعا بعمله لهم. حتى لو مثلا حاجه مش ما عملتهاش قبل كده او مش بعرف اعملها وهم طلبوها، بقعد اجيبها من على النت 100 حاجه علشان خاطر اتعلمها لهم واعملها لهم. ربنا يخلي لنا طبعا كل ولادنا، وربنا يخلي لكم كل ولادكم. يعني احنا بنحاول نسعد اولادنا في بيوتنا على قد ما نقدر، لان العمر صغير فيفتكرونا باي ذكرى حلوه، فاهميني؟ يعني انا بحاول اعمل ذكريات حلوه قوي مع عيال اخواتي وطبعا وبنتي دلوقتي. يعني الذكريات الجميله دي بصراحه ما بتتعوضش. بصوا هنا كان الرز بلبن برد شويه، ورحت بقى ايه قعدت ازين فيه. وهنا كان كاستر، بس الكاستر ده جوزي هو اللي عمله. تمام كده. انا قلت له مش فاضيه اعمل كاستر، راح لي خلاص وسعي انا هعمله، فهو عمل الكاستر. بس وانا زينت كده الرز بلبن كده زي ما هما برضو عايزين، بجوز هند وفي حبة عايزين زبيب وحبة عايزين شوكولاتة على الوش. بصوا زبطتهم يعني بألف هنا وشفا طبعا. بس هنا بقى هبتدي. بصوا انا فتحت كل العيش، هبتدي بقى ايه يعني املأ ارص الساندوتش. طبعا كل واحد كان واقف من ورايا. انا كان نفسي اسمعكم بس انتوا ما كنتوش هتسمعوا اي حاجه خالص بصراحه. كان نفسي اسمعكم، كل واحد واقف عمال يقول لي انا عايز بكذا وانا عايز كذا وانا عايز كذا، اللي هو يعني ما تحطليش كذا. انا طبعا واقفه، فانا عماله لكل واحد اعمل له اللي هو عايزه، لان ده الاختيارات دي يعني اذواق. بس بصوا في السندوتش العادي انا بعمل ايه. بصوا الصوصات دي، في اللي هو بتاع الصوص اللي انا بحطه ده دلوقتي اسمه نيويورك، هو اسمه كده همبرجر نيويورك. حلو قوي 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 قوي، بيدي تست حلو. فانا بحط كابوتشا، وبعد كده بحط كاتشب، وبحط مايونيز، وبحط جبنه شيدر اللي هي السايحه. بصي بالترتيب بقى اللي انت عايزاه. يعني انا بحط الاول الكابوتشا، بعد كده الهمبرجر وبيض، ولازم البيض طبعا، وبحط البيضه. تمام براحتك يعني، دي بقى انتي واطفالك وعيشي حياتك. يعني الحاجات دي بتبقى اذواق. بس بصراحة يعني كانت عزومة حلوة قوي. وهنا بصوا هكون بصوا انا يعني انا رصاهم قدام بعض علشان خاطر يعني انجز. بس لقيت اللي انتوا هتطولوا معايا قوي، فانا ايه هبنيلكوا واحد علشان بس تشوفوه كده وهو ايه مبني كده وجميل. تمام. عايزه اقول لكم على حاجه،
ما تعملوش البرجر من غير كابوتشا، بامانه الكابوتشا بتنقلها في حته تانية. معرفش احنا متعودين عليها بالكابوتشا. انتوا عارفين لو انا مثلا عندي كل المكونات وما عنديش كابوتشا، حد ينزل يجيبها لي مخصوص، او نغير الاكل علشان خاطر مفيش كابوتشا. بس هنا بقى بصوا بوريكم هنبنيها ازاي. حطيت كاتشب، بعد كده هحط البيضة، بعد كده هحط بقى اللي هو الصوص بتاع الجبنة. تمام. على فكرة يا بنات البيض ده بلدي، انا ما بجيبش بيض ابيض، يعني بيض بلدي كمان اللي هو من اللي هم اللي بيربوا الحاجات الطيور في البيوت يعني. بصوا طبعا انتوا كده عرفتوا السندوتش ده بتاع مين، يعني مليان خضار، يعني كده مش بتاع حد من العيال. يعني عيالنا دلوقتي بقوا يحبوا الحاجات غريبة. بس وهقفله بالمايونيز وخلاص على كده. خلصت وخلصت. تعالوا بقى اوريكم الصينيه الجامده دي. الف هنا وشفا طبعا عليهم. بصوا احنا بقى هنروح ناكل، وبصراحه طبعا هنصب بيبسي كده. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وعايزه اقول لكم طعمه خطير خطير خطير. يلا اشوفكم بقى ايه في فيديو جديد. مع السلامه.